السلام عليكم. في الفيديو اللي فات فهمنا يعني ايه ديفولت جيت واي وازاي الجهاز يقدر يخرج بره الشبكة باستخدام الراوتر. طيب النهاردة ان شاء الله هنشوف لو عندنا اكتر من راوتر ازاي الاجهزة توصل لبعض. خلينا نبدأ عملي على طول. انا دلوقتي فاتح الباكيت تريسر وسحبت جهازين بي سي وجهازين راوتر وربطناهم ببعض بحيث يبقى عندي البي سي صفر، البي سي رقم صفر ده في شبكة 192.168.1.0/24، والجهاز التاني في شبكة تانية 192.168.2.0، فهو كده في شبكة تانية خالص وماسكها برضو 24. ووصلت الراوترين ببعض وعندي شبكة ما بين الراوترين، تمام، بس شبكة صغيرة شوية. الشبكة هنا 10.1.1.0/30 اللي هو الماسك بتاعها 255. الشبكة دي عبارة عن 4 اي بيهات، واحد للنتورك ادرس اللي هو 10.1.1.0، ده كده ما ينفعش استخدمه للراوترات، والاي بي الاخير اللي هو البرودكاست. طيب يبقى كده فاضل اي بيهين بستخدمهم للراوترين، واحد يبقى 10.1.1.2 و10.1.1.1، ده اللي هو /30 اللي هو الماسك ده. هندخل على الجهاز الاول بي سي 0 ونبدأ نديله الاي بيهات، ديسكتوب اي بي كونفيجريشن، ونديله الاي بي 192.168.1.9. اخترت اي بي عادي وهيبقى 255.255.255.0 عشان ده /24. واتعلمنا المرة اللي فاتت ديفولت جيت واي اللي هو اي بي الراوتر، وهيكون 192.168.1.1. طبعا لازم يكون من نفس الشبكة 192.168.1. اول 3 زي بعض علشان عندي 255. طيب ده اي بي الراوتر، لازم احط الاي بي الراوتر ده تمام على البورت اللي متوصل للبي سي علشان البي سي يعرف ايه هو الراوتر اللي هيخرج من خلاله. طيب ونفس الحكاية هندخل على البي سي التاني ونعمل له برضو الاي بي 192.168.2.5، وبرضو السبنت ماسك هيكون برضو /24. الديفولت جيت واي هو اي بي الراوتر 192.168.2.1. كده ادينا الاي بيهات تمام، مفيش اي مشكلة. ندخل بقى على الراوتر الاولاني، نعمل زي المرة اللي فاتت، نحاول نشغل الراوتر نو في الاول كده enable عشان ندخل على البريفليج مود، وبعد كده conf t عشان ادخل على مود الكونفيجريشن عشان اقدر اظبط الراوتر. بعد كده هدخل على الانترفيس اللي هي موصلاني بالبي سي الاول، اللي هي عندي هنا جيجا 0/0، جيجا 0/0، وادي لها اي بي ادرس والامر اي بي ادرس. طب الاي بي هيكون من نفس الشبكة 192.168.1.1، والسبنت ماسك 255.255.255.0، وبعمل نو شت داون علشان اشغل البورت. لو لاحظت خلاص بقت خضرة معانا، والمفروض كده ان الراوتر والبي سي توصلوا ببعض. طيب تعالى بقى نعمل كونفيجريشن على البورت التاني المتوصل للراوتر. الانترفيس اللي موصلني بالراوتر هي جيجا 0/1، انترفيس جيجا 0/1، وبعد كده بديله اي بي ادرس. عندي الشبكة 10.1.1. هنا مديله الاي بي رقم 2
دوت 2 فهنخليه دوت 2. السبنت ماسك زي ما هو مكتوب 255 255 255 دوت 252 اللي هي سلاش 30، وبعمل نو شت داون. لو لاحظت ان انا عملت نو شت داون ولكن برضو البورت لسه منور احمر، لازم ما بين الراوترين لازم البورتين يكونوا نو شت داون وليهم اي بي علشان يشتغلوا معانا. لازم ادي ده نو شت داون واروح للراوتر التاني اقول له برضو نو شت داون عشان يبقى الاتنين يشتغلوا مع بعض البورتين. طيب انا كده خلصت الراوتر الاولاني واديت الاي بيهات والدنيا تمام. طيب هنروح للراوتر التاني، enable config t، وادخل على الانترفيس اللي موصلاني بيه البي سي اللي هي جيجا 0 على 0، واقول له اي بي ادرس 192.168.2 دوت عندي دوت 1 السبنت ماسك 255 255 255 دوت 0، واقول له نو شت داون اشتغل معايا البورت عادي. ادخل على الانترفيس التاني اللي هي جيجا 0 على 1 واقول له اي بي ادرس 10.1.1.1 و255.252 واقول له نو شت داون. ولاحظ الانترفيس اب والبروتوكول اب الاتنين بقوا لونهم اخضر. طيب كده دلوقتي المرة اللي فاتت وصلنا ما بين جهازين وراوتر وشوفنا الديفولت جيت واي ازاي يشتغل والدنيا تمام. تعالى دلوقتي نجرب البنج. احنا دلوقتي عملنا نفس اللي عملناه المرة اللي فاتت، ديفولت جيت واي والدنيا تمام ومفروض يبنج معانا. تعال نعمل بنج كده، بنج على الاي بي تاني 192.168.2.5. في عندي مشكلة destination host unreachable، مش عارف يوصل للجهاز التاني. تمام، فجاب لي 4 ردود سلبية، مفيش ريبلاي. طيب كده البنج فشل. طب ليه فشل؟ لان الراوتر مش عارف الطريق. يعني انا دلوقتي بعمل بنج، ببعت رسالة من البي سي ده للراوتر بقول له انا عايز اروح للشبكة اللي هي 192.168.2.0 او الاي بي ده دوت 5. فهو بيدور عنده، هو ما يعرفش الشبكة دي، هو يعرف ايه؟ يعرف الشبكة القريبة منه المتصلة بيه اللي هي شبكة 10 دي. يعني هو يعرف الراوتر لحد هنا بس، لحد البورت ده يعرف 10.1.1.1 الشبكة 10 بس يعرفها لغاية هنا، ويعرف الشبكة اللي متصل بيها اللي هي دي، ولكن ما يعرفش حاجة عن الشبكة دي. انا ما قلتلوش اي حاجة عن الشبكة دي. لازم اقول له لما اجي اطلب منك اروح للشبكة دي لو سمحت وديني من الطريق ده. هنا بقى بستخدم حاجة اسمها static routing، ده اللاب رقم 3. static routing بقول له لو سمحت لما اطلب منك شبكة وليكن شبكة 192 روح من الطريق ده، شبكة مثلا 20 فروح من الطريق التاني، وهكذا. انا اللي بقول له بايدي ان في شبكة فلانية في الطريق ده، لما يطلب منك الشبكة دي وديني من الطريق ده. طيب ازاي ده بيتم؟ بدخل على الراوتر الاولاني مثلا اهو، بكتب الامر ده. طبعا مثلا الامر ده هنا اي بي روت، هو الاي بي روت ده الامر موجود على الراوتر، ولكن انا بكتب بعد اي بي روت النتورك اللي هي ايه؟ اسم الشبكة. اسم الشبكة هنا 192.168.2.0 ده كده اسم الشبكة لو عايز اروح للشبكة دي. طيب السبنت ماسك فين؟ اللي هو 24 اللي هو 255 ده كده السبنت. الفيكتور اللي هو الاتجاه، يعني الطريق بتاعي فين. الطريق بتاعي هيكون يعني مثلا عن طريق البورت الفلانية لجيجا 0 على 1، ولا عن طريق الاي بي اللي قدامي، ولا هيكون ايه بالظبط. فالفيكتور هو الاتجاه، فده محتوى الامر. تعال نطبقه مع بعض. لو رحنا للراوتر
راوتر 0 اللي هو ده، اقول له اي بي روت، اي بي روت. مجرد ما اكتب الرقم الامر ده ودوست علامة الاستفهام اللي هو شيفت وعلامة استفهام، بيجيب لي الديستنيشن بريفكس اللي هو الشبكة، اللي هو الشبكة اللي انا عايز اروح لها. تمام. الشبكة اللي انا عايزها هي انهي؟ اللي هي 192 اللي هي دي 192.168.2.0. ده كده الشبكة. لو عملت مسافة وبعد كده علامة استفهام تانية، قال لك انا عايز الماسك، الماسك اللي هو 24 يعني 255 ايوه دوت 0 مسافة. وبيقول لي بقى اختار الفيكتور بتاعك، الطريق بتاعك، الاتجاه بتاعك، هتروح من انهي اتجاه؟ اي اتجاه بالظبط هنا اللي انت محتاجه واللي هيوديني احسن او اسرع. لو انا كان عندي طبعا كذا طريق، فهروح عن طريق ايه؟ انا هقول مثلا دلوقتي هختار اول اختيار الاي بي ادرس بتاع الراوتر اللي قدامي، الاي بي ادرس بتاع الراوتر اللي قدامي اللي هو 10.1.1.1 وادوس انتر. طيب كده دلوقتي الراوتر ده عرف الشبكة التانية، تمام، فهيرسل البنج. تعالى كده نجرب معانا البنج كده هيشتغل ولا لا. تعال نشوف. المفروض انا عملت له ستاتيك اي بي، يعني لو سمحت الشبكة دي روح لها، الطريق بتاعها اهو. فدلوقتي بعد ما عملت البنج اداني ريكوست تايمد اوت. ايه ده؟ الرسالة اختلفت بس ما زالت رسالة سلبية، لسه رسالة سلبية. طيب ليه؟ دلوقتي انا عرفت الراوتر الطريق، بس الراوتر التاني انا ما عرفتوش الرجعة. يعني انا دلوقتي وديت الرسالة بس لما يجي يرجع هو مش هيلاقي طريق يرجع، هو مش عارف انهي طريق بالظبط. الراوتر التاني لما يجي ياخد الرسالة ويرجعها هيقول طب امشي منين؟ انا الرسالة دي رايحة لشبكة 192.168.1.0، يعني الشبكة هترجع من البي سي ده، خلاص هترجع من هنا روح للراوتر ده. المفروض الراوتر التاني يرجعها، بس هيرجعها ازاي؟ هو ما يعرفش الشبكة التانية، فهيدروب عنده الرسالة دي. تعالى في حاجة اسمها سيميوليشن هنا في الباكيت تريسر، بيعرفك الطريق ازاي بتاع الباكيت. يعني مثلا لو عملت البنج، رسالة البنج كده تمام من الجهاز ده للجهاز ده، تعال نشوف مسار الرسالة رايحة ازاي. يعني مثلا لو جيت عملت كده مشيت الرسالة، شوف الرسالة طالعة فين؟ للراوتر. طيب بعد كده الراوتر بعتها للراوتر التاني، كويس، والراوتر التاني استلمها، والراوتر كمان بالفعل وداها للجهاز، يعني وصلت فعلا، يعني الرسالة فعلا وصلت. حتى لو انت شفت اي سي ام بي، ده البروتوكول اللي احنا اتكلمنا عنه في اول فيديو، ازاي البنج بيشتغل وبيشتغل في انهي بروتوكول. ده بروتوكول الاي سي ام بي هو ده، تمام. فدلوقتي فعلا الجهاز استلمها، يعني فعلا الاستاتيك اي بي او الاستاتيك راوتنج فعلا يعني شغال، خلاص انا وصلت الرسالة. تعال نكمل بقى. الرسالة الرد رجع للراوتر فعلا. ايه اللي حصل؟ الراوتر ما يعرفش الطريق بتاع الشبكة التانية، فلازم اعرف له الطريق. لازم اقول له لو سمحت لو عايز ترجع الرسالة او عايز تروح للشبكة اللي هي .1.0 روح لها من الطريق ده. فهنا الراوتر يعمل ايه؟ هيدروب الرسالة كده. شوف علامة غلط اهي لو انت شفت. نعمل كده تاني، خلاص الرسالة ما راحتش. دلوقتي الحل ان انا هدخل على الراوتر التاني واطلب منه لو سمحت لما تحتاج انك تروح للشبكة التانية اللي هي 1.0 لو سمحت اطلع من الاي بي ده او تطلع من الطريق ده. فانا اقول له اي بي روت لو عايز تروح للشبكة دي .1.0/24 روح عن طريق الاي بي ده، اي بي الراوتر اللي قدامي اللي هو 10.1.1.2 زي ما عملنا في الراوتر اللي فات. طيب تعالى بقى نشوف البنج كده اشتغل ولا لا. كده انا عرفت الطريقين. يبقى في الاول لو انا عرفت الطريق لراوتر واحد بس، الرسالة هتروح زي ما احنا شفنا بس مش هتعرف ترجع تاني. طب دلوقتي تعالى كده نعمل بنج على البي سي ونشوف هل هيوصل ولا لا.
تمام كده ظهر معاك ريبلاي. يبقى كده الاتصال نجح لانك عرفت الراوتر الطريق، كده عرفت للراوتر الطريق. بس كده احنا خلصنا اللاب الحمد لله، اللاب رقم 3. ولو الفيديو عجبك اعمل لايك وسبسكرايب وقول لي في الكومنتات البنج اشتغل معاك ولا لا. وفي امان الله.